في تعبير قديم ماشي بينا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين إننا لو فكرنا فيه شوية ووصلنا لمغزاه هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول بيني وبين فلان عيش وملح، والمعنى الظاهري من الكلمة إن في بين الاتنين مودة وحب قديم وصداقة متينة، لكن المعنى الخفي للكلمة أكبر من كده بكتير، إذ إن وراه تعبير تاني فاهمينه هجس مع إنه في منتهى الجد. وهذا التعبير التاني هو بيت الشعر العامي اللي بيقول إذا لم تكن لي والزمان شرنبرم فلا خير فيك والزمان ترللي. وشرنبرم هنا معناها شر مبرم، يعني شر حاصل حادث موجود. وترللي يا حضرات السادة الأفاضل يعني تراءى لي، أي ظهر لي، يعني وضح لي. يعني لو ما كنتش معايا والدنيا مدياني قفاها ومش شايف منها غير شرها، يبقى مفيش منك خير لما تضحك لي والحظ يديني وشه ويتراءى لي. وبيت الشعر ده هو اللي ورا كلمة العيش والملح. الكلام ده مش للأصحاب وبس أبدا، في أهم من الأصحاب والأصدقاء والأهل كمان. البلد، بلدنا اللي لازم نحتملها في أي أزمة تمر بيها، مش نديها وشنا ساعة غناها وبعدين نديها ظهرنا في ساعة أزمتها. لا، بالعكس، لازم نرد لها الجميل. لازم نحاول بكل طاقتنا إننا نقف يد واحدة في أي أزمة تمر بيها البلد عشان نعدي بيها البر السلامة للأمان، ونعمل بحق لقمة العيش اللي بيننا وبين البلد، اللي شالتنا في طفولتنا وياما هتشيل بعد كده أولادنا وأولاد أولادنا. مش كده ولا إيه؟